عمرك شفت قبل كده عملية تحويل كتلة من الخشب لقطعة فنية حقيقية؟ أو إزاي الأعمال الخشبية بتكون ساحرة بشكل مدهش؟ النهاردة أنا هوريك كل الكلام ده وأكتر شوية. يلا بينا. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أنا حمد حمدي من قناة ايموشن. ادعمني باشتراك وادعمني بلايك. الفيديو ده تتفرج عليه وانت على السرير هتنام، واضمن لك بعده نوم هادئ بدون اي توتر. الآلة دي بتقطع الخشب بطريقة غريبة جدا، بتعمل ورق من الخشب. لو انت فاكر ان منحوتات الأحجار أو الشمع هي الأكثر واقعية، فحب أقولك ان بشوية صبر مع الاهتمام بالتفاصيل هيتم تحويل قطعة من الخشب لأكتر تمثال واقعية ممكن تشوفه. تخيل معايا كده كمية الخشب اللي ممكن الآلة دي تقطعها في يوم واحد. الراجل ده بيعمل تحفة فنية بقطع الخشب، والناتج مذهل. أعتقد إن الكرسي ده أكتر متانة من الكراسي العادية. الفن هنا مش في عمل منحوتات وتحف خشبية، الفن هنا ازاي بيتم تقطيع الأشجار الضخمة بكل مهارة وتشغيل دماغ. بشوية مهارات على شوية دقة مع الاهتمام بالتفاصيل قدر يعمل عمل فني زي ده. قطعة فنية زي دي مكانها المتحف. الشجرة دي لو عندنا أكيد مصيرها هيكون للنار، لكن الناس دي عملت منها تحفة بجد. العامل ده ضرب 10 عصافير بحجر واحد. الراجل ده مش بيعمل منحوتات خشبية وبس، لا ده بيخليها متحركة كمان. العامل ده عنده صبر السنين. تخيل مقدار الوقت اللي بياخده عشان بس يعمل قطعة واحدة، بس النتيجة تستاهل الصراحة.
أنا عمري ما كنت أتخيل إن الخشب ممكن يتعمل بيه حاجات زي دي. عشان شغلك يوصل لمستوى الإبداع يبقى لازم تهتم بكل التفاصيل. عشان حد يعمل حاجة زي دي يبقى أكيد متعلم الشغلانة من زمان. فعلا الفن ملوش حدود. الراجل ده كان نفسه يصطاد سمكة فشكله معرفش فقرر ينحتها. وزي ما انت شايف كأنها طبيعية وبالحجم اللي هو عايزه كمان. وريني بقى هتاكلها ازاي. يا ابن اللعيبة. الآلة دي ممكن تصنع أي حاجة من الخشب كأنها طبعة ثلاثية الأبعاد. بالمهارة والإبداع الراجل ده بيحول أي حاجة تيجي في باله لتحفة فنية. غاية في الإبداع. في كتب الفن المدرسية بيقولوا إن عملية حرق المنحوتات الخشبية عملية دقيقة جدا وبتدي نتائج مبهرة في النهاية. الغرض الأساسي من وجود الآلات اللي زي دي هي القيام بالأعمال الصعبة والسرعة في العمل. غير كده أعتقد مفيش. لو لقيت نفسك متضايق ممكن تهدي أعصابك بالفرجة على فيديوهات من النوع ده. ناقص بس يتعملوا ميداليات ويبقوا آخر حلاوة. الفنان الحقيقي هو اللي ممكن يعمل تحف من أي حاجة حتى لو كانت من بواقي الخشب، وبالخبرة والموهبة والصبر بيعمل أفضل فن تجريدي ممكن تشوفه. ممكن يكون شغل الخشب متعب لكن النتيجة النهائية بتهون أي تعب. مش فاهم ايه الغرض من الدرع اللي معمول على التلاجة دي بس عادي. العمال دول هيخلونا نستغنى عن الطوب والخرسانة بعد كده. حتى عملية البناء بقت أسهل وأسرع. صدقني مفيش حاجة أفضل من إنك تتفرج على حد شغال في الخشب.
في الوقت الحالي مع التقنيات الحديثة ظهرت آلات بتقوم بطباعة أي صورة ثلاثية الأبعاد على الخشب، وكمان التأكيد على أي تفصيلة في الصورة. الراجل ده لقى إن العجلة العادية مش جاية معاه سكة، فقرر يعمل عجلة من الخشب وبقى يروح بيها كل مشاويره. أنا عايزك تتخيل معايا الراجل ده ممكن يعمل إيه بحتة خشب زي دي. ممكن يعمل بيها ساعة حائط من الخشب كلنا نتمنى تبقى عندنا. من خلال الطريقة دي ممكن تغير شكل العفش بتاع بيتك بطريقة جديدة ومبتكرة زي كده بالظبط. النحت على الخشب فن، وممكن تقعد تتفرج عليه بالساعات وما تزهقش. أهم حاجة في الشغلانة دي معرفة وقت واتجاه السقوط. لو في شجرة واقعة فده أفضل استخدام ليها. أنا عايزك تخمن الآلة دي بتعمل إيه بناء على الشكل اللي قدامك. لو كملت الفيديو لحد هنا يبقى الفيديو عجبك. انزل اكتب لي في التعليقات ايه اكتر جزء عجبك في الفيديو. ما تنساش الاشتراك في القناة، وكمان ما تنساش اللايك، واوعى تنسى اهم حاجة انك تدعي لاخواتنا في فلسطين. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. رب الخير لا يأتي الا بالخير. سلام.